تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني الأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات أتت يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو لما إلا إذا كان بكلمة فلا يدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل خدناها ولا لسه؟ طب يلا تحفة الأطفال نحفظها كلها. خدنا النهارده كام